نسمع مقال أحد علماء الرافضة الإمامية الاثنى عشرية وهو كمال الحيدري خلال برنامج شهر رمضان، قال في 19/8 سنة 2010. نسمع مقال كمال الحيدري ثم نرد عليه إن شاء الله تعالى. الكتاب الأول الذي أشرنا إليه فيما سبق وهو بيان تلبيس الجهمية اللي قلنا لابن تيمية، الجزء الثالث حققه دكتور أحمد معاذ حقي. في الجزء الثالث من هذا الكتاب في صفحة 44 بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلي بشكل جيد ودقيق. التفت جيدا، تابعني أخي العزيز المشاهد الكريم. يقول: وأما في النفي، يتكلم عن أصحاب الاتجاه الثاني. نعم. الذي قالوا أن الله ليس بجسم. نعم. أن الله ليس، نفوا عنه هذه الصفات. أحسنتم. أن الله ليس بجهة. نعم. أن الله لا يشار إليه إشارة حسية. نعم. هذا اللي نفوها. نعم. يقول انظر ماذا يقول: فنفيتم عن الله تعالى أشياء لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا إمام من أئمة المسلمين. يعني أنتم بأي حق قلتم أن الله ليس بجسم؟ ما من حقكم أن تنفوا ماذا؟ نعم. يقول لم ينطق بها كتاب الله، سنة رسوله، إمام من أئمة المسلمين، مع أنه بعد ذلك سيتضح أن 90% من أئمة المسلمين نفوا ماذا؟ نفوا هذه المهم. نعم. بل والعقل لا يقضي بذلك عند التحقيق. عند التحقيق العقل يقتضي نفي الجسمية عن الله، يقول لا يقتضي ذلك. فالعقل يرى بأنه ماذا؟ يمكن أن يكون جسما. يوجد محذور أو لا يوجد محذور؟ يقول لا يوجد محذور. نعم. التفت جيدا، هؤلاء الذين يحاولون أن ينفوا الجسمية عن ابن تيمية هنا يصرح يقول أن العقل لا يقضي نفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وقلتم أن العقل نفى ماذا؟ الجسمية. نعم. فخالفتم الشريعة بالبدعة. عجيب. كأن الشريعة إثبات الجسمية. أحسنتم. أنا الآن بودي هاي الأبحاث سأقف عليها مفصلا، ولكنه فقط أخلي المشاهد في الصورة. فخالفتم الشريعة بالبدعة، يعني عندما نفيتم الجسمية صرت أحسنتم. يعني إذا نزهتم الله عن الجسمية نزهتموه عن الجوهر، عن التحيز، عن الجهة، عن الإشارة الحسية، عن الأين، عن المكان، عن الصورة، فأنتم ماذا؟ أهل بدعة. أحسنتم. التفت أيها المشاهد. فخالفتم الشريعة بالبدعة أولا، وخالفتم العقول الصريحة. العقول الصريحة ما تنفي، أحسنتم، ما تنفي الجسمية عن الله. خب ماذا قلنا اللي صارنا احنا أهل البدعة وصرنا مخالفين للكتاب والسنة؟ ماذا قلنا؟ يقول: وقلتم ليس هو بجسم. لا إله إلا الله. أنتم بمجرد أيها العالم أيها المسلم قلت أن الله ليس بجسم، عند الشيخ ابن تيمية ماذا تكون؟ تكون صاحب بدعة ومخالف للعقول ماذا؟ الصريحة والصريحة. أرد على كمال الحيدري من أوجه. أولا، أين صرح شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الله جسم بإطلاق من غير بيان المراد منها أولا؟ وأين وجد ذلك في كتبه؟ وإلا في الإدعاء بغير دليل لا يعجز عنه أجهل الخلق، وتحميل كلام شيخ الإسلام ما لا يحتمل ليس من الأمانة العلمية في شيء. ثانيا، أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتكلم عن الصفات، والذين جعلوا إثباتها تجسيما زورا أو اصطلاحا لهم، وهذا هو كلام شيخ الإسلام بكامله لا كما نقله كمال الحيدري. فشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 44 قال: الوجه الثاني قوله: سبيل هؤلاء أن يعلموا أن صفات الله تعالى لا تؤخذ إلا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قول أحد من الناس، فيقولون له: لو وفيت أنت ومن اتبعته باتباع هذا السبيل لم تحجنا نحن
وأئمتنا إلى نفي بدعتكم، بل تركتم موجب الكتاب والسنة إلى النفي والإثبات. هذه المقدمة بترها كمال الحيدري. ثم قال شيخ الإسلام: أما في النفي فنفيتم عن الله تعالى أشياء لم ينطق بها الكتاب ولا السنة ولا إمام من أئمة المسلمين، بل والعقل لا يقضي بذلك عند التحقيق، وقلتم أن العقل نفاها فخلفتم الشريعة بالبدعة والمناقضة المعنوية، وخلفتم العقول الصريحة وقلتم ليس هو بجسم ولا جوهر ولا متحيز ولا في جهة ولا يشار إليه بحس ولا يتميز منه شيء عن شيء، وعبرتم عن ذلك بأنه تعالى ليس بمنقسم ولا مركب، وأنه لا حد له ولا غاية، تريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حد وقدر، وأن يكون له قدر لا يتناهاه وأمثال ذلك. والمعلوم أن الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات، فكيف ساغ لكم هذا النفي بلا كتاب ولا سنة، مع اتفاق السلف على ذم الابتداع من ابتدع في ذلك وتسميتهم إياهم جهمية وذمهم لأجل هذا الكلام. ثالثا قال شيخ الإسلام: وأما النفي وعلق كمال الحيدري يتكلم عن أصحاب الاتجاه الثاني الذين قالوا بأن الله ليس جسم. أقول هذا من الكذب، فشيخ الإسلام ابن تيمية كان يتكلم عمن نفى الصفات تحت عنوان نبذ التجسيم، وليس عمن أنكر الجسم بمعنى الغير اللائق به سبحانه وتعالى، وهو بمعنى الجسد والبدن الذي فينا، وكما يفهمه الناس وأهل اللغة لا بالمعنى الاصطلاحي. وإثبات الصفات لا يستلزم التجسيم في أي حال من الأحوال، إلا على قول من يجعل إثباتها هو التجسيم، وهو أمر اصطلاحي، فيصبح نفي مثل هذا التجسيم هو إلحاد في أسماء الله وصفاته. وقال شيخ الإسلام: فنفيتم عن الله تعالى أشياء لم ينطق بها الكتاب ولا السنة ولا إمام من الأئمة. وعلق كمال الحيدري: يعني أنتم بأي حق قلتم أن الله ليس بجسم؟ يقول: لم ينطق بها كتاب الله وسنة رسوله والإمام من الأئمة، مع أنه بعد ذلك سيتضح أن 90% من المسلمين قد نفوا هذا. أقول أن كمال الحيدري الآن، يعني هذا كلام كمال الحيدري الآن تعليقي على ما قال كمال الحيدري، أقول أن كمال الحيدري حاول أن يلبس على الناس، فشيخ الإسلام كان واضحا في أن نفي الصفات الذي عبر عليه بنفي التجسيم لم ينطق بها الكتاب ولا السنة ولا إمام من أئمة السنة. لكن كمال الحيدري حول كلام شيخ الإسلام عن مفهومه الصحيح ليوافق هواه من نفي الجسمية بمعنى نفي الصفات إلى محض الكلام على التجسيم، والذي هو عند الناس واللغة بمعنى الجسد والبدن الذي فينا. الآن ننتقل الأمر آخر. وقال شيخ الإسلام: وقلتم أن العقل نفاه، يعني يلزم الجهمية، فعلق كمال الحيدري الجسمية. يعني الآن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتكلم عن الصفات، لكن كمال الحيدري حول الكلام إلى التجسيم وعلق، يعني ثم علق نعم. ثم قال شيخ الإسلام: فخالفتم الشريعة بالبدعة، يعني أن هؤلاء خالفوا الشريعة عندما نفوا الصفات دون دليل. شوفوا لكن كمال الحيدري ماذا علق؟ قال: عجيب، الشريعة الجسمية، يعني الآن كمال الحيدري يحمل كلام شيخ الإسلام ما لا يحتمل. أقول إخواني الكرام: إن لم تستحي فافعل ما شئت. فكلام شيخ الإسلام الذي كان عن نفي الصفات التي جعل إثباتها تجسيما، وهي ثابتة بالقرآن والسنة، لا الجسم بمعنى الجسد والبدن الذي فينا، فلماذا الكذب يا كمال الحيدري؟ وقال شيخ الإسلام: فخالفتم الشريعة بالبدعة وخالفتم العقول الصريحة. يعني هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني هم عندما نفوا الصفات خالفوا القرآن وخالفوا السنة. شوفوا الآن لكن كمال الحيدري ماذا علق؟ العقول الصريحة لا تنفي الجسمية بمعنى نفي الصفات عن الله. ماذا قلتم؟ نعم، ماذا قلنا بحيث صرنا أهل بدعة وصرنا مخالفين للكتاب؟ أقول: ما أكذبك يا كمال الحيدري. الآن يعني انتهى تعليق كمال الحيدري، الآن تعليقي أنا. ولم الإصرار على كلمة الجسم رغم أن ابن تيمية لم يذكرها بإطلاق من غير بيان أن المراد من نفيها نفي صفات الله تعالى الثابتة في القرآن والسنة. فشيخ الإسلام قال: خلفتم الشريعة بنفيكم للصفات والتي جعلتموها الكلمة المرادفة لمعنى الجسم، وليس خلفتم الشريعة بنفيكم للجسم بمعنى نفي الجسد والبدن الذي فينا. وكان في معرض
الكلام عن الصفات التي جعلتموها إثباتا للتجسيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، لا الجسم بمعنى الجسد والبدن الذي فينا. رابعا، أنا شيخ الإسلام قال: وقلتم ليس هو بجسم ولا جوهر ولا متحيز ولا في جهة ولا يشار إليه بحس ولا يتميز منه شيء عن شيء، وعبرتم عن ذلك بأنه تعالى ليس بمنقسم ولا مركب وأنه لا حد له ولا غاية، تريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حد وقدر أو يكون له قدر لا يتناهى وأمثال ذلك. والمعلوم أن الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات. يعني الآن شيخ الإسلام ابن تيمية يلزمهم، يعني ماذا قال لهم؟ الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات، فهذا وجب عليه دليل وهذا أيضا وجب عليه دليل. فكيف صاغ لكم هذا النفي بلا كتاب ولا سنة مع اتفاق أهل السلف على ذم الابتداع ذلك وتسميتكم إياهم جهمية وذم لأهل الكلام؟ هنا نجد أن شيخ الإسلام استعرض عقائد القوم ونقده نفيهم التجسيم بمعنى نفي الصفات الثابتة في القرآن والسنة، ليس من باب الإقرار بالتجسيم بمعنى الجسد والبدن الذي فينا، إنما من باب أن نفي الجسمية بمعنى الاصطلاحي محظور شرعي وهو نفي الصفات، وهذا في قوله رحمه الله: والمعلوم أن الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات. فكيف صاغ لكم هذا النفي بلا كتاب ولا سنة؟ لأن الكلام على الله يجب أن يكون بالألفاظ الشرعية دون المحدث منها إلا بعد التفصيل وبين المعنى المراد منها. فشيخ الإسلام رحمه الله حتى يقطع الطريق على هؤلاء في قولهم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، فألزمهم بالتجسيم دون بيان المراد منه، لكن نفيه قد يتضمن معنى حق أو معنى باطل أو ممزوج معهما، فيجب حينئذ التفصيل. وأما نفي الجوهر والتحيز والجهة مقولة لا يشار إليها بحس، ومقولة لا يتميز منها شيء عن شيء، وعبرتم عن هذا بأنه تعالى ليس بمنقسم ولا مركب وأنه لا حد له لا دليل عليهما من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يجب المراد منها قبل الإثبات أو النفي.